السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه جد رائعه ولذيذه ومعروفه عن الجميع، وهو القرص ولا القراشل. كيجي روعه لذيذ، مكونات ساهلين متوفرين في المنزل ان شاء الله. فإلا كيهمكم الامر خليكم معايا حتى اخر فيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد الفيديوهات، وهو فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا الى كاس ديال الزيت ديال العنبه اللي كيكون مع مرش ما يعادل 100 ملل، الى 100 غرام ديال السكر الخشن و100 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للسكر فانا عبرته ايضا بهذا الكاس، هذا الكاس هو اللي عبرت به. وكنحتاجوا الى 2 كيسان ديال الحليب الدافئ ما يعادل 250 ملل. وكنحتاجوا ايضا الى واحد بيضه كامله ولا بيضه كامله زائد بياض البيض وصفر ديال البيض كنحتفظوا فيه في الاخر وباش كندهنوا بهم القرص ديالنا. وكنحتاجوا الى سكر فانيلا. المنسمات اي منسم بغيتوا تستعملوا. انا هنايا عندي الخميره الفوريه كنحتاجوا واحد 7 غرام، وطبعا كيبقى على حسب الجو. والخميره الكيماويه. وكنحتاجوا ايضا الى الزنجلان للتزيين في الاخر. والدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. هي انا عندي هنايا تقريبا واحد 500 غرام ديال الدقيق. بسم الله. في واحد الاناء ولا خلاط كهربائي كنوضعوا السوائل ديالنا كاملين، يعني هذه المرحله لابد منها، وهذه هي سر النجاح ديال الوصفه ديالنا. كنوضعوا في الاول البيضه كامله وكنضيفوا عليها سكر فانيلا. طبعا ممكن تستعملوا قشور ديال الحامض ولا قشور ديال البرتقال باش كتنسموا القريشلات ديالكم. وكنضيفوا عليها كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وكنضيفوا ايضا الخميره الكيماويه والخميره الفوريه في هذه المرحله هذه. طبعا ممكن تستعملوا الخميره المعجونه، انا ما عنديش متوفره، كنكتفي فقط بالخميره الفوريه. والدقيق يعني كاس ديال الدقيق. صافي غنخلطوا هاد المكونات، غنضيف عليهم طبعا الحليب اللي كيكون دافئ. غنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى نحصلوا على واحد السائل، او طبعا ممكن تعدلوها في الخلاط الكهربائي. انا كنفضل هاد المرحله يعني كنخلطوا بالخلاط الكهربائي اليدوي كيجيني احسن سهل. وصافي ومن بعد كنضيفوا الدقيق ديالنا تدريجيا، يعني ما كنوضعش ديك 500 غرام ديال الدقيق في خطره واحده، كنضيفها بشويه بشويه. وطبعا ماشي من الضروري تعجنوها في العجانه الكهربائيه، فقط ممكن تعجنوها فقط بيديكم. والخليط ديالنا خصو دائما القرص سر النجاح ديالو خصو يكون شويه خفيف كيلصق، ما خصوش يكون ثقيل. صافي كنعدلو كنغطيه بالغطاء بلاستيكي، نخليه حتى يضعف الحجم ديالو تقريبا واحد 30 دقيقه مع دابا الجو شويه بارد. ملي كيخمر العجين ديالنا كندهنوا يدنا بشويه ديال الزيت باش ما يلصقناش. وكنحاولوا نخويو يعني نخرجوا ديك الهواء اللي عندنا في الداخل ديال العجين. ومن بعد كنقرصوا العجين ديالنا او كنقسموه الى قطع صغيره، يعني على حسب اللي بغيتو. صافي وكنبداو نقرصوا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، يعني الحجم ولا الكميه على حسب اللي بغيتو. فانا هنايا عدلتهم شويه صغارين بحال اللي كتلاحظوا. ودائما ملي تعدلوا فوق طاوله فوق الصينيه اللي كتدخل الفرن حاولوا تبعدوهم على بعضياتهم لانهم باقي غيضعفوا الحجم ديالهم. يعني كنقرصهم بهذا الشكل هذا، هما ساهلين بالنسبه للمبتدئات. غنستمر غنقرص العجينه ديالي كامله بهذا الشكل هذا. ودائما حاولوا نبعدوهم على بعضياتهم لانهم باقي غيضعفوا الحجم ديالهم. من بعد ما كنسالي كنحاول نضغط غير بشويه بالاصابع ديالي، غير شويه، يعني ما كنضغطوش عليهم بزاف، غير شويه وصافي. صافي وكنخليهم يضعفوا الحجم ديالهم، كنخليهم يخمروا على الخطر ديالهم تقريبا واحد بحال دابا الجو بارد واحد ساعه ونص هيدا، يعني دابا حاليا الجو بارد،
فاذا كان الجو سخون ولا المطبخ ديالكم سخون دائما خليهم حتى يضاعفوا الحجم ديالهم. بحال اللي كتشوفوا حتى كيضاعف الحجم ديالهم بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذوا صفر ديال البيضه ولا بيضه كامله، انا كنفضل كندهنها بيضه كامله، كندهنهم من فوق بهذا الشكل هذا يعني عادي. ولا تاخذوا شويه صفر يعني صفر ديال البيضه وكتضيفوا عليها نيسكافي. كنستمر كندهن الكرس ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنسالي هذه الكميه اللي عندي. بالنسبه ل 500 غرام ديال الدقيق يعني كتخرج لي هذه الصينيه هذه، زائد واحد 3 ديال القريشلات عندي في الصينيه اخرى، وبهذا الحجم هذا بهذه الكميه هذه بحال اللي كتشوفوا. يعني انا عدلتهم شويه ستيتوين، ومن بعد كنضيف لهم شويه ديال الزنجلان كنزينهم من فوقي. طبعا التزيين كيبقى اختياري، فانا هنايا عدلتهم شويه الزنجلان، ممكن الزنجله ممكن تزينوهم برقائق اللوز. ومن بعد ملي كيخرجوا من الفران كيكونوا بهذا الشكل هذا، كيجيو مزيونين بالزايف رطبين من الداخل، دغيا كيطيبوا ردوا البال معاهم. كيجيو محمرين من جوج ديال الجهات. كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم، وكنتمنى لكم يوما سعيد واسعد ان شاء الله، وخليتكم على خير. ما تنسوش تدعموني. شكرا على حسن المتابعه، نتلاقاو غدا بفيديو مقبل باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اغلى الاخوات.